ولا توعية جنسية ولا تربية جنسية. انتوا عايزين العيال تبوظ اكتر ما هي بايظة. ده جيل مهبب، جيل مهبب. ده فزع أمومي حاد. انا كل ما افتح الاقي كلام في المواضيع دي انا بتعب، بقفل النت وبقفل دماغي وبقفل حياتي، بقفل من الدنيا كلها، مش عارفة اعمل ايه. اوفر دوز تفكير. بصوا الموضوع ده محلول من زمان برا. شوفوا الغرب بيعلموا ولادهم ازاي مناهج العيال عارفة كل حاجة، مفيش كبت، في حرية. العيل هناك بيتعلم ان جسمه بتاعه وهو حر فيه، عشان كده ما عندوش اي مشاكل ولا كده من عندنا. والمناهج دي عملت ثورة جنسية كمان، ولا ما عندكيش معلومات دقيقة يا مدام؟ مش أي ترند بنجري وراه. طب يعني هو حضرتك كده مفيش حل كده، ولا يبوظ لنا العيال ولا يطلع لنا عقد في الآخر برضو؟ مفيش حل وسط كده؟ ست العاقلين والله، هو ده الكلام. فعلا في طريق تالت، والطريق التالت ده هو اللي هيخلينا نعمل منهج مخصوص، حاجة كده على مقاسنا، هنعمل فيها علم وتعلم حقيقي، بناء مهارات وبناء قيم، نحقق أهدافنا مش أهداف مجتمعات تانية. صحيح الشعارات لوحدها ما تكفيش، وكمان المعلومات بس ما تغنيش، احنا محتاجين خلطة، وده اللي احنا بنسميه منهج فطرة.